أعلنت مديرية شرطة كركوك خطتها الأمنية الخاصة بأعياد نوروز، مؤكدة أن الخطة الأمنية التي تتم بإشراف مباشر من قبل قائد المقر المتقدم لقيادة العمليات في كركوك وأيضا قائد شرطة محافظة كركوك جاهزة. وأوضح المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة كركوك المقدم عامر نوري في تصريح لفضائية كركوك إن الإجراءات الأمنية المتخذة خلال أعياد نوروز هي تأمين الحماية للمحتفلين داخل المدينة وخارجها، وحماية ممتلكات المواطنين، واتخاذ سلسلة إجراءات أخرى. الخطة الأمنية الخاصة بأعياد نوروز جاهزة وحيز التنفيذ من يوم غد بإشراف مباشر من قبل قائد المقر المتقدم لقيادة العمليات في كركوك وأيضا قائد شرطة محافظة كركوك. الإجراءات الأمنية المتخذة في محافظة كركوك هي تأمين حماية المحتفلين ليوم 20 في داخل المدينة، وأيضا حماية ممتلكاتهم في يوم 21 عندما يتوجهون إلى الأقضية والنواحي. وقواتنا ستقوم بسلسلة من الإجراءات سننوه المواطنين عليها، هي قطع الطريق ما بين جراج السليمانية وإلى نهاية جسر الطبقشلي، سيكون الطريق مقطوع أمام العجلات. الأشخاص أحرار في التوجه إلى الاحتفال، وأيضا سيتم قطع طريق فلكة الإخوان باتجاه جسر محافظة أربيل. هذا الطريق أيضا سيتم قطعها لوجود احتفالية في مول رحيماوة يوم غد. ستبدأ بعملية القطع من الساعة 12 ظهرا وتستمر إلى نهاية الاحتفالية، ونطلب من المواطنين الاحتفال بطريقة حضارية ولن نسمح بحدوث أي خروقات أو أي تجاوزات من أي جهة كانت. قواتنا منتشرة، قوات الشرطة والنجدة والطوارئ وأيضا اللواء 61 منتشرة في جميع أرجاء المدينة، وسنؤمن حماية المحتفلين في داخل المحافظة. في حال حدوث أي خروقات أمنية أو في حال وجود ملاحظة أي حادث أو أي أشخاص مسيئين، بالإمكان المواطنين الإبلاغ عنهم عن طريق الخطوط الساخنة 113 و345 وأيضا 104 لمديرية النجدة. سيكون جميع القوات الموجودة في محلات الحوادث قريبة من المواطنين.